8 فبراير 2026 بالعاصمة الإسبانية مدريد، وبالضبط في السفارة الأمريكية. غتعرف مجموعة من المباحثات والاجتماعات الطارئة من أجل الحل ديال المشكل ديال الصحراء المغربية مع جبهة البوليزاريو والجزائر وموريتانيا، اللي غيتجمعوا الممثلين ديالها تحت الرعاية الأممية ديال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وكذلك المبعوث الشخصي ديال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مسعود بولس. هذا الاجتماع اللي غادي يقدم فيه الجانب المغربي ممثلا في وزير الخارجية ناصر بوريطة مشروع الحكم الذاتي اللي تقدم في 2007 وتم التطوير ديالو، واللي غادي تكشف مجموعة من المنابر الإعلامية على أنه يتكون من 40 صفحة. فغيكشف موقع أطلايار الإسباني باللي وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة قدم في مدريد النص الموسع لخطة الحكم الذاتي ديال الصحراء في وثيقة فيها 40 صفحة كتضمن تفصيل دقيق لمختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والمالية المرتبطة بالمقترح المغربي. وحسب نفس الموقع فالنص الجديد الدار بتنسيق 3 من أهم المستشارين الكبار للملك محمد السادس، وهما الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة. وهذا الشيء كان بتكليف ملكي من بعد صدور القرار ديال مجلس الأمن رقم 2797 اللي أكد باللي الحكم الذاتي الجاد والواقعي ودون مصداقية كيشكل أساس للتوصل لحل نهائي للنزاع. وأشار الموقع باللي الخطة كتلقى الدعم ديال 120 دولة في إطار مسار دبلوماسي كتقودو الرباط منذ سنوات، وتم اعتماده كوثيقة تقنية خلال الاجتماع ديال مدريد على أساس تخدم عليه لجنة من الخبراء والتقنيين من المغرب والجزائر وموريتانيا تمهيدا لاجتماعات رفيعة المستوى ممكن يتعقدوا في واشنطن في شهر 4 ولا 5 الجايين. من أهم المحاور اللي جاو في المشروع اللي تقدم فيه المغرب من 40 صفحة، أولا ما يتعلق بالاختصاصات والضمانات الدستورية. كينص المشروع على توزيع الاختصاصات كتجمع بين لائحة حصرية لاختصاصات الدولة السيادية ولائحة أخرى مفصلة الاختصاصات ديال الجهة اللي غتحكمها الصحراويين، مع الاعتماد ديال واحد المبدأ كيتسمى مبدأ التفريع، بحيث أن أي صلاحية ما منصوصش عليها كتبقى من الاختصاص ديال الدولة إلا إذا اتفق على غلاف ذلك. وكتنحصر صلاحيات الدولة حصريا في الدفاع الوطني والأمن الاستراتيجي والسياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والعملة والجنسية والرموز السيادية والنظام القضائي الأعلى. وفي المقابل كتهم صلاحيات الجهة مجالات التخطيط العمراني والاقتصادي والتنمية الصناعية والسياحية وتدبير الصيد البحري والسياسات الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية المائية والطاقية، وزيد عليها النهوض الثقافي مع سلطة إصدار قواعد تنظيمية ملزمة في هذه المجالات. يعني أن السلطات الصحراوية هي اللي غادي تهتم ولا تكلف بأنها تصيغ القوانين التنظيمية اللي تنظم هذه المجالات هذو. وكيرسخ النص كذلك مبدأ الولاء الدستوري، وكيخلي الدولة في حالات استثنائية ومؤطرة قانونا إمكانية تعليق بعض الصلاحيات الجهوية إلى تعرض النظام الدستوري أو الوحدة الترابية لشي ضرر يكون جسيم. ثانيا برلمان جهوي وتمثيلية مزدوجة. يعني المشروع كيقترح إحداث برلمان جهوي بغرفة واحدة مبني على شرعية مزدوجة، بحيث كيجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر وفق نظام التنظيم النسبي، وأعضاء كتعينهم القبائل الصحراوية المعترف بها حسب معايير قانون تنظيمي كيضمن الشفافية، وكيتضمن نص حصص إلزامية لتمثيلية النساء، وكيعطي للبرلمان سلطة تشريعية كاملة في حدود اختصاصاته بما فيها اعتماد قوانين تنظيمية جهوية بأغلبية معززة، وكيحتفظ للمنتخبين الجهويين بعضويتهم في البرلمان الوطني ديال الصحراء باش يضمنوا مشاركة الإقليم في القرارات السيادية الكبيرة اللي كتهم المغرب كامل. وكيقترح كذلك إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي جهوي على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي كاين في المغرب بصفة عامة، وكيضم ممثلين على القطاعات المنتجة والقبائل والمنظمات المهنية وجمعيات النساء والشباب.
ثالثا تنظيم السلطة التنفيذية والخلاف حول طريقة التعيين. كيقود الجهاز التنفيذي رئيس حكومة جهوي كيتم تنصيبه رسميا من طرف الملك وفق واحد الآلية اللي كيأطرها الدستور. وهذا البند كان من النقاط ديال الخلاف في المفاوضات، بحيث أن الممثلين جبهة البوليزارو كيطالبوا بانتخاب مباشر للرئيس، ولكن الرباط كتدافع على صيغه التعيين المؤطر باش ما تقومش شرعيه تنفيذيه موازيه ممكن تنافس المؤسسات الوطنيه. بالتالي الى منحنا الجهه ديال الصحراء انها تنتخب الرئيس ديالها مباشره، فممكن انه يقوم رئيس ديال دوله ينافس رئيس ديال الدوله المغربيه، وهذا اللي امتنعت الرباط على انها توافق عليه. وكيتمتع وفق المشروع اللي قدمه المغرب رئيس الحكومه الجهوي بسلطه تنظيميه، وكيسهر على الاداره الجهويه وكيقترح التشريعات، وممكن يتساءل عبر ملتمس رقابه بناء كيقتضي تعيين خلف ليه، وكيلعب كذلك دور ممثل الدوله داخل الجهه. رابعا قضاء جهوي واليات للرقابه. كينص المشروع على احداث محاكم ابتدائيه واستئنافيه جهويه كتطبق القوانين الجهويه باسم مالك، وزيد عليها محكمه عليا جهويه كتختص في النزاعات المتعلقه بالقانون الجهوي مع خضوعها للرقابه الدستوريه الوطنيه، وكيتضمن آلية لحل النزاعات بين الدولة والجهة عبر لجنة مختلطة قبل الإحالة على المحكمة الدستورية، مع إمكانية الطعن الدستوري من طرف الحكومة المركزية أو عدد محدد من البرلمانيين. خامسا نظام مالي ورقابة مزدوجة على الاستثمارات. كيعتمد النظام المالي على موارد ذاتية كتضم ضرائب ترابية وإتاوات وعلى الاستغلال الموارد الطبيعية ونسبة محددة من العائدات الوطنية اللي جاية من الإقليم. وكينص المشروع كذلك على آلية الانضباط الميزاني وتنسيق الاقتصاد الكلي وعلى مساهمة الجهة في الميزانية العامة مقابل الاستفادة من صندوق التوازن تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات. وكيخضع الاستثمار الأجنبي لرقابة مزدوجة، منها الرقابة الجهوية ديال جهة الصحراء ورقابة وطنية كتخضع للسيادة الوطنية المغربية. وهذا البند ديال الاستثمار غادي يثير الاعتراض ديال الجزائر خلال المفاوضات حسب هذا الموقع، بينما الرباط كتأكد تمسكها بمبدأ السيادة الاقتصادية والأمن الاستراتيجي. سادسا مصالحة وعودة وانتقال. كيتضمن النص ترتيبات خاصة بمشاركة سكان مخيمات تندوف عبر آلية تسجيل وتقييد وضبط الهوية، وإنشاء لجنة دائمة لتنظيم العودة مع مساطر طعن وتوثيق. وكينص كذلك على آلية انتقال فيها نزع السلاح وإعادة الإدماج مرفوقة بعفو منظم كيستثني الجرائم الدولية. سابعا استفتاء واندماج دستوري. كيقتضي المشروع يعرض النظام الأساسي للحكم الذاتي على استفتاء وطني يشارك فيه جميع الناخبين المغاربة وماشي غير الصحراويين، ومن بعد هذا المشروع ديال الحكم الذاتي يتم الدمج ديالو في الدستور في باب خاص به ببند عدم المساس، مع إخضاع أي تعديل من الإجراءات المشددة بأغلبية معززة في البرلمان الجهوي والوطني. وكيربط تفعيل النظام بمسار جهويات متقدمة اللي هي ورش مغربي على الصعيد الوطني باش ما يكون حتى إخلال بمبدأ المساواة الترابية. ثامنا الهوية والرموز والسيادة. كيأكد النص بلي العلم والنشيد والشعار والعملة كيبقاو حصريا باختصاص الدولة، مع الاعتراف بالهوية الحسانية كواحد المكون أساسي من التراث المغربي، ومع الإحداث ديال واحد المعهد جهوي خاص بها. وكيحدد صلاحية قوات الأمن الترابية في إطار الشرطة الإدارية والقضائية المحلية تحت تنسيق وطني، وكيمنع أي دبلوماسية موازية. وكينص كذلك المشروع على جدول زمني للتنزيل التدريجي ديالو وآلية تقييم كل 5 سنين، وبند عدم القابلية للرجوع اللي كيستبعد أي تأويل كيعطي الحق للانفصال مع إشراك الجهة في الاستراتيجية الأطلسية والإفريقية ديال المملكة في إطار منسق. وحسب مصادر قريبة من إعداد المشروع نقل عليها موقع وحسب مصادر قريبة من إعداد المشروع اللي نقل عليها موقع أطلايار الإسباني، فالنموذج المقترح كيستلهم تجارب الحكم الذاتي في إسبانيا نيت وغرينلاند، وزيد عليها مقاربة دستورية قريبة من النموذج الفرنسي بحال اتفاق نوميا، مع التكييف ديالها مع الخصوصية الدستورية المغربية والطابع الوحدوي ديال البلاد.